هو الذي قال له رسول الله: والله يا معاذ إني لأحبك. حتى إن أهل العلم قالوا: إزاي معاذ تحمل كلمة زي دي من رسول الله؟ إحنا نعرف إن الصحابة كلهم يحبوا رسول الله، لكن لما رسول الله يقسم لواحد ويقول له: والله العظيم أنا بحبك، كيف تحمل معاذ هذه الكلمة من رسول الله صلوات ربي عليه؟ ولذلك كان كبار الصحابة يذهبون إلى معاذ ليأخذون منه الفتوى. تصوروا يا إخوة، شيوخ الصحابة وكبار الصحابة يذهبون إلى شاب. هو معاذ أسلم وهو عنده 18 سنة، وهو كل اللي عاشه معاذ 34 سنة، يعني مات وهو في عز شبابه. ومع ذلك كان شيوخ الصحابة أي فتوى تستعصي عليهم كان يذهبون إلى من؟ حتى أن أحد الصحابة قال: ذهبت إلى مسجد في دمشق، دمشق اللي هي موجودة دلوقتي عاصمة سوريا، قال: فوجدت في المسجد شيوخ الصحابة وكبارهم، ويعلمهم شاب أكحل العينين براق الثنايا، يخرج العلم من فمه كما يخرج النور واللؤلؤ. من هذا؟ قالوا له أنه معاذ بن جبل. معاذ ده معاذ سن سنة في الصلاة والنبي عايش. يعني كان المسلمين في الأول لما يجوا يصلوا واحد متأخر في الصلاة زي حالتنا احنا كده، فاتتنا ركعتين من العشاء، فكان الأول الصحابي يبص للي بيصلي يقول له: صليته قد إيه؟ فيعمل له كده يعني ركعتين، أو يعمل له كده يعني فكان اللي يجي يصلي الركعة مع نفسه هو الأول، وبعد كده يكمل مع الإمام. جاء معاذ في يوم من الأيام كان جاي متأخر، فلما صلى مع الصحابة وكانت فاتوا ركعتين، فراح صلى مع الجماعة الأول وبعد كده كمل الركعتين اللي فايتين. وبعدين الصحابة قالوا لمعاذ: إيه اللي انت عملته ده غير اللي احنا بنعمله؟ فطبعا بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى: قد سن لكم معاذ، يعني خذوا بسنة معاذ. اللي بيعملوا معاذ احنا بنعمله لحد دلوقتي، معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان معاذ يركب ورسول الله يمشي. تصوروا، معاذ راكب على الدبة بتاعته، إذا كان جمل ولا فرس ولا غيره، والنبي ماشي جنبه. وبعدين بعد ما طلعوا كده من المدينة المنورة، سيدنا المصطفى بيقول له وصاه بقت بأهل اليمن، بس بعد ما وصاه قال له: يا معاذ، لعل هذا يكون آخر لقائي بك، يمكن ما اشوفكش تاني، فأنا عايز أقول لك على حاجة. قال له قال له: يا معاذ، إذا مررت بمسجدي وقبري فسلم علي. إذا مررت بمسجدي وقبري فسلم علي. وبالفعل سيدنا معاذ ما شافش النبي بعد الوصية دي، ومات المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى وصاه بإيه يا إخوانا؟ طب صلوا على الحبيب. أول وصية قال له: لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت. لا تجعل لله شريكا وإن قتلوك وحرقوك، حتى لو اتحرقت بالنار لا تشرك بالله أبدا. ربنا بيقول في القرآن: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي نفس الصورة: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سورة العنكبوت: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويدخل في نطاق الشرك بالله: ألا تدعو غير الله، لا تلجأ إلا إليه، لا تخف إلا منه سبحانه وتعالى،
لا تحسن الظن إلا به، فإليه الملتجأ وعليه المعتمد وعليه حسن التكلان سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. ولذلك الحسن البصري لما سألوه عن الحجاج في يوم من الأيام قالوا له إيه رأيك في الحجاج؟ فقال كلمة، الكلمة دي وصلت للحجاج، والكلمة دي ما كانتش تعجب الحجاج، والحجاج ده كان طاغية، ده الحجاج قتل 120 ألف نفس. انتوا متصورين يا جماعة؟ قتل 120 ألف نفس. وبعدين لما الحجاج وصلت الكلمة الحجاج اتغاظ، قال مين هو الحسن البصري؟ هاتولي الحسن. طبعا لو جه الحسن عند الحجاج هيسلخ جلده، ده مش هيموته، ده هيمثل بيه ويجعله عبرة للناس. لكن يا إخوة اللي مع ربنا ما حدش يغلبه، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وبعدين قالوا للحجاج قالوا للحسن تعالى كلم الحجاج عايزك. طبعا الحسن عارف ان فيها موت، اللي يروح عند الحجاج هيموت معروف. وبعدين الحسن عمل شيء غريب قوي، لبس احسن الثياب وتعطر باحسن العطور. يا اخويا انت رايح تتجوز، ده انت رايح عند الحجاج هيقطع رقبتك. ومع ذلك هو مش في دماغه الكلام ده، لبس بقى توب حلو كده وعطر جميل كده وطلع من بيته ودخل على الحجاج. فأول ما وصل عند الحاجب اللي هو البواب يعني، فلما وصل عند الحاجب وقف شوية، وبعد ما وقف شوية دخل على الحجاج. فلما دخل على الحجاج حصلت حاجة غريبة قوي. الحجاج قام من مكانه من على الكرسي اللي هو قاعد عليه، ومسك ايد الحسن البصري وقعده مكانه، وبعد كده حب على ايده، وبعد كده حب على راسه، وبعد كده قال له ادعوا لي يا حسن، ادعي لي ادعي لي. وبعدين هو اكرم الحسن، بدل ما يقطع رقبته عمل له ايه؟ اكرمه. فالحسن وهو طالع الحاجب بيقول له انت عملت طلسم للحجاج ولا ايه؟ قال له ليه؟ قال له ده كان ناوي يسلخ جلدك، ده قال ده انا هسلخ جلده الاول وهو حي، وبعد كده هقطع رقبته. انت عملت للحجاج ايه؟ قال له ما عملتش حاجه يا اخي. قال له لا، وانت داخل عليه ساعه وقفت هنا شويه كنت تتمتم بكلمات، كنت بتقول كلام في سرك. فقال له قلت ايه؟ قول لي على الكنوز اللي عندك دي. فقال له والله يا اخي تذكرت ربي فقلت اللهم يا ولي نعمتي ويا انيسي في كربتي ويا جليسي في شدتي، اجعل قلب الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فما كان من الحجاج إلا أن انصاع لأمر من؟ ألا له الخلق والأمر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تعقن والديك. ولو عملوا إيه؟ ولو أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، بمعنى إن لو أبوك قال لك طلق زوجتك دي طلقها، هو ده معنى كلام المصطفى. لو امك جايت لك طلق زوجتك دي مش عجباني طلقها. لو ابوك قال لك اديني مالك كله تدوه. ولذلك احنا نفتكر موضوع، ناس كتيره تقول لك المصطفى قال انت ومالك لمن؟ لابيك، صح ولا ايه؟ ولا احنا ما نقول اي كلام؟ انت ومالك، او انت ومالك لابيك جت كده ولا ليها حكايه؟ ليها حكايه بعد ما تصلوا على الحبيب. يقال أن شابا ذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أبي يأخذ مالي كله ولا يترك لي شيئا. فاستدعى المصطفى والد هذا الشاب. فسيدنا جبريل نزل على المصطفى قال له الرجل ده اللي هو الأب أول ما يجي لك اسأله عن حاجة،
ايه هيسأله عن ايه؟ قال له اسأله عن شيء حدث به نفسه ولم تسمعه أذناه. شيء حدث به نفسه ولم تسمعه أذناه. فلما جاء الراجل النبي قال له انت بتاخد مال ابنك كله ليه؟ قال له والله مال ابني انا بصرفه على عماته وخالاته وعلي. انا لا شربت خمره ولا بعمل الغلط، انا بصرف ماله على عماته وخالاته وعلي. فالمصطفى قال له طيب قول لي بقى. قال له ايه؟ قال له ما الشيء الذي حدثت به نفسك ولم تسمعه اذناك؟ الشيء اللي جال في خاطرك وودنك ما سمعتوش، يعني ما كلمتش حد عليه. وبعدين الراجل بص للمصطفى وضحك، قال له والله يا رسول الله لا يزال الله يزيدنا بك إيمانا. يعني انت مين اللي عرفك ان في خاطري حاجة؟ قال له في حاجة في خاطرك انت ما قلتهاش، بس هي جوه ضميرك كده. قال له ايوه يا رسول الله. قال له ايه؟ فقال له انا حبيت اقول لابني غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت منك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، كأنك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما يفعل الجار المجاور، فليتك أعطيتني حق الجوار ولم تكن بمال علي دون مالك تبخل. فقال له المصطفى والله ما سمع قولك حجر ولا مضر ولا نجم ولا جبل ولا شجر إلا وبكى. بكى المصطفى وبكى جبريل، ثم التفت النبي إلى الولد وقال له لما أمسكه من تلابيب ثيابه اذهب أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. كلام حلو يا أخوان، لكن التنفيذ صعب. أنا أكاد أجزم إن كل واحد فينا مراته عنده أحسن من أمه. أنا أكاد أجزم إن مفيش حد فينا يقدر يكسر كلام وزارة الداخلية. أنا أكاد أجزم بهذا. والأم اللي حملت وكبرت ورضعت وسهرت الليالي أصبحت مهملة. أنا أكاد أجزم بهذا. ده ابن عمر لما واحد راح له قال له أمي عندها سلس بول. سلس بول يعني إيه؟ يعني البول بتاعها بيفك، يعني الأعصاب بتاعتها بتفك عن البول، فالبول بينزل غصب عنها. ما هو إيه معنى قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر؟ الكبر يعني إيه؟ يعني عجز بعد حركة، يعني ضعف بعد قوة، يعني مرض بعد عافية. فلا تقل لهما أف، كلمة قبيحة خفية. العرب يقولوا لك أف تساوي تف، أف تساوي إيه؟ تف. وقل لهما قولا كريما، أي قولا لا عيب فيه. ده واحد جاء لسعيد بن المسيب يقول له أنا فهمت معاني القرآن كلها إلا معنى واحد بس. قال له إيه؟ قال له وقل لهما قولا كريما. فقال له أي قول العبد المطيع لسيده. أنت بالنسبة لوالديك مش ابن، أنت عبد، أنت عبد. فاهم يعني إيه عبد؟ ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن كرامتنا تبقى فوق جروسنا إلا مع الوالدين. ولذلك ربنا قال إيه؟ واخفض لهما جناح الذل. خليك ذليل، خليك عبد، عبد قدام والديك. فلا تقل لهما اف. ابن عمر بيقول له امي عندها سلس بول
وانا بشيلها واطوب بها حوالين الكعبة، انا كده اعطيتها حقها؟ فقال له ولا بطلقة واحدة من طلقات حملها. ولا بطلقة يا اخوان، ولا بطلقة. الكلام لمين؟ كلام للشباب. شاب يقول لك انا الحمد لله عزلت عن ايه؟ عزلت عن روضة من رياض الجنة؟ يا خيبتك يا اخي، عزلت عن ايه؟ ده انت عزلت عن الجنة ونعيمها، عزلت عن الخير والبر والفضل، ده انت عزلت نفسك عن رضا ربنا. تعرفوش ان المصطفى قال من اصبح وامسى ووالداه قد رضي عنه اصبح وامسى وله بابان مفتوحان الى الجنة. ومن اصبح وامسى ووالداه ساخطين عليه اصبح وامسى وله بابان مفتوحان الى النار. تصوروا يا اخوة، وقضى ربك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين بعد توحيده في 7 مواضع في القرآن. اقرأ معايا. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. روح للقمان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. روح للأحقاف. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. 7 مواضع في القرآن ربنا يقرن فيهم الإحسان إلى الوالدين بعبادته وتوحيده. نسأل الله أن يهدينا إلى ذلك إنه ولي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.